بصوا بقى طلعت اهي. بصوا عشان محدش يقول ان هي سايحه، بصوا بقت جيلي بالظبط. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده هنعمل حلى الفراوله، حاجه سهله وبسيطه وجميله وطعمها عامله زي المهلبيه كده. بس لو اول مره تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. يعني هنا جايبه الكبه، تمام؟ انتوا ممكن تعملها في الخلاط، تمام؟ هنا هنحتاج باكو جيلي وكريم شانتيه و3 كوبايات سكر بودرة وفراولة قد 8 وحدات كده. بصوا بقى هننزل بالباكو بتاع الجيلي الاول، وعليهم كيس الكريم شانتيه، وعليهم السكر البودرة، هما 3 معالق سكر بودرة، تمام؟ وهنا 8 حبات فراولة، وهننزل بكوبايتين ميه مغليه، ميه مغليه علشان الجيلي يفك معانا. تمام، وهنضربهم. بصوا انا خلصت اهو ضرب. هنزل بقى ايه في الكوبايات، كاسات. بسم الله. على فكره هي تقيله. تمام، تمام كده اهو. هتسيبيها لما تبرد خالص، هتعمليها زي معامله الجيلي بالظبط، وهنرجع نحطها في التلاجة تاني، ولما تجمد هجيلكم. بصوا بقى طلعت اهي. بصوا عشان محدش يقول ان هي سايحه، بصوا بقت جيلي بالظبط. بصوا بقى بصوا عامله ازاي، بصوا جيلي، بصوا بتتحرك ازاي. عايزه اقول لكم اصلا دول اللي اتبقوا منهم ان اصلا الطعم ولا اروع. بصوا بصوا عامله ازاي، حقيقي تحفه. جربوها، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم.